السلام عليكم، اهلا بكل متابعين القناه. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه الكوستر الجميل ده مع بعض بإبرة النفاش. والبنات اللي لسه هتشتغل اول مره يا ريت تسمعي الفيديو اللي هيظهر لك في علامه الاي اللي فوق او في صندوق الوصف، اللي هو اسباب الفشل وفك الخيط بإبرة النفاش. هيعلمك حاجات كتيره جدا. الافضل ان انت تسمعيه وبعد كده تنفذي اي شغل انت عايزاه، يكون عندك القدره ان انت تطبعي اي باترون وبعد كده تنفذيه بدون اي اخطاء ومن غير ما الخيط يفك معاكي. تمام، يلا نبدا الشغل مع بعض. طيب مبدئيا انا نقلت الباترون، ومعلش علشان مش معايا غير موبايل واحد طبعا بصور بيه دلوقتي، فهو اللي انا نقلت عليه. هتطلعي الصوره من على الموبايل وهسيب لكم برضو صوره الباترون ده هتظهر لكم يعني على الشاشه، وخدوها سكرين شوت وهسيبها لكم على الانستجرام بتاعي. بالنسبه للباترون هتجيبي الموبايل عادي خالص، هتعلي الاضاءه على الاخر، وفي برامج بتثبت الشاشه. هتنزلي برنامج هتنزلي برنامج بيثبت الشاشه. البرنامج اللي عندي تقريبا اسمه تاتش بروتكتور اي ثينك، يعني هبقى اسيب لكم صورته برضو. وزي ما قلت لك هتعلي الاضاءه، نثبت الشاشه، وهنبدا بالقلم الرصاص ننقل الباترون بكل سهوله خالص. طبعا الباترون صغير عشان شاشه الموبايل اصلا مش كبيره. ودلوقتي انا هبدا اعمل الدوائر اللي انتوا شايفينها دول، الخمس دواير باللون البينك، والفراغ بتاعهم هيكون باللون الابيض، والدوران الاخير ده هيكون باللون البينك. انتوا شايفين ان في دايرتين. انا لما جيت عملت الدوران ده لان ان هو كبير قوي على الكوستر فصغرته شويه. طبعا الدوران ده معمول بيه اي غطا عندك، اي بوله صغيره بتقلبيها وبتعملي خط بالقلم الرصاص. يلا رغينا كتير بقى. طبعا لو انت هتغيري السن هتفكي بالشكل ده. الفيديو اللي فات طبعا بتاع ابرة النفاش موضح كل حاجة عن الشغل بيها. انا هشتغل عند رقم 8. خلاص انا حفظت الابرة بتاعتي مظبوطة معايا عند رقم كام. هاخد السلك وهعديه من الفتحة الاولى كده. ياسين هرجع دي مكانها علشان ما تضيعش. ابدأ اعدي الخيط. السلك ليه فتحتين اهو، واسحب كده. هشيل الخيط تاني من السلك، هعدي سلك من الناحية اللي ورا كده. برضو هعدي الخيط في السلك تاني. هو ليه لضمتين بس. ياسين ياسين تمام. وهنشيل السلك ده خلاص مش محتاجينه تاني. هرجع بقى الخيط شويه لتحت. ليه انا حاطه ايدي عند السن؟ لان السن احيانا بيمسك في الخيط وهو نازل ويبوظ الدنيا. تاكدي ان الخيط بيتسحب معاكي بسهوله. هبدا شغل يا بنات. طبعا هعمل الدايره الكبيره الاول، وهشتغل جوه حدود القلم الرصاص. ليه؟ علشان خاطر المسافات اللي ما بين الدوائر صغيره. هنبدا الخيط ورا السن. بنقل بالراحة خالص، يدوب بخرج بنقل على طول، بشوف سن الإبرة بنقل على طول. لو عايزة تكبري المسافة ما بين الغرزة والتانية يبقى هتطولي سن الإبرة شوية، هتخليه لحد 10 مثلا. هنشتغل بشكل دائري، يعني دايرة كاملة، وبعد كده نرجع نشتغل الدايرة اللي جواها لحد ما نخلص الدايرة كلها. لو انتي حابة تشتغلي سطور في بعض برضو مفيش مشكلة، براحتك. تقدري تلفي الطارة او الإبرة بالطريقة اللي تريحك. يعني ممكن شوية تلفي الطارة شوية تلفي القلم حسب ما بترتاحي في الشغل.
طيب كده انا نهيت السطر اهو، قفلت السطر خالص. هعمل ايه؟ هلف، هخلي الخيط يبقى كده طالع كده من ورا. هبص كده الناحيه التانية، بصوا انا غيرت اتجاه الابره. هي كانت كده، مش كنا ماشيين دوران، كانت كده. دلوقتي انا عايزه الخيط ده يبقى لبره، هيبقى كده كده. ليه؟ هطلع سطر، هرتفع. بصوا الخيط طالع ازاي، الخيط ورا وقدامي الابره اهي. هحط غرزه واحده وهرجع اغير اتجاه الابره تاني، حسب ما انت هتمشي يمين ولا هتمشي شمال. هتمشي يمين يبقى هنشتغل كده، هتمشي شمال يبقى الخيط ورا وهنشتغل كده. تمام. انا همشي شمال يبقى الخيط ورا وشطفة الابرة قدامي. حاول اقرب لكم كده. خلصت السطر، هرجع الف، اخلي السن المشطوف قدامي من عيني كده، هرتفع بغرزة، هرجع اغير اتجاه الابرة حسب ما هشتغل بيها يمين ولا هشتغل بيها شمال، لحد ما تقفلي الدايرة كلها وتبقى صغيرة، يعني تتقفل كلها معاكي بنفس الطريقة. انا هخلصها علشان الوقت، وهعمل التلات دوائر البنك كمان بالمرة، وبعد كده هوريكم ازاي نشتغل الجزء الابيض. بصوا انا خلصتهم كلهم، ولكن في حاجة وقفت معايا ومرضتش اعملها ورا الكاميرا وانا شغالة بالابرة بالخيط، علشان كان طويل وده غلط، احنا المفروض نقصره شوية عن كده كمان تاني. مسكت ما بين صباعي والابرة وانا شغالة برفع وبنزل، فكت غرزة. فهوريكم دلوقتي هنعملها ازاي. هحاول هي سايبة اثر مكان فتحة الابرة، هرجع اعدي، هرجع كده احاول ان انا القط المكان وهعدي كده من تحت لفوق. هنلاقي الابرة كروشيه عدت بسهولة. هحاول واتمنى ان انا ما اخفقش يعني، واسحب الغرزة كده ونجحت. سحبت الغرزة، دلوقتي هرجع اخدها تاني من نفس المكان. تمام. هرجع اخدها تاني من نفس المكان اللي انا عديتها منه، ولو انا خايفة ان هي ممكن تفك معايا، وده ممكن يحصل اكيد، هقص من قدام الغرزة بحيث ان هي متبقاش باينة، وده اللي انا هعمله، هقصها هنا من فوق. تمام. ده اللي انا حبيت اقول لكم عليه. دلوقتي هنغير الخيط، انا هغيره وهنبدأ نعمل اللون الابيض ونشتغل مع بعض. دلوقتي خلاص خليت الخيط الجديد على يميني وهبدأ ان انا اشتغل، ولو انتي بتشتغلي بايدك الشمال يبقى الخيط هيكون على شمالك. هبدأ من بره برضو لجوه، وجوه الحدود بتاعة القلم الرصاص، لان زي ما قلت لكم اصلا المسافة ضيقة، فنلتزم طول ما احنا هنشتغل في حاجة واحدة بس جوه الحدود، يبقى نلتزم ونشتغل في الباقي الباترون جوه الحدود. ده لو في حالة ان المسافات ضيقة. طيب ممكن نلاقي مسافة ضيقة في مكان واسعة في مكان تاني، خلاص المسافة الضيقة نشتغل جوه الحدود، والواسعة عادي نشتغل على الحدود، مفيش مشكلة. هنشتغل كده بنفس الطريقه لحد ما نخلص، بس انا عايزه اوريكم لو صفيتك يعني مكان ضيق قوي هتعملي ايه. هنفضل نشتغل كده عادي خالص لحد ما نخلص السطر الاولاني، وبيكون سهل اصلا ما فيهوش اي حاجه. خلصت السطر يا بنات اهو، هرجع ارتفع، ارتفعت اهو زي ما احنا متعودين. زي ما انتي هتشتغلي يمين يبقى تكملي يمين، هتشتغلي شمال هتكملي شمال. وانا بشتغل في السطر على فكره في غرزه فكت مني ما خدتش بالي منها،
كل اللي انا هعمله ان انا هشتغل غرزة جنبها، هلف اتجاه الابرة على الغرزة اللي فكت وهروح عندها كده وهشتغل فوقيها غرزة تانية. هرجع اطلع، هرجع تاني للسطر بتاعي مكان الغرزة التانية، وبكده انا اكون ثبت الغرزة اللي فكت بغرزة جديدة. بصوا بقى، هنا اصلا انا ماليش مكان ان انا اشتغل، هعمل ايه؟ هفضل اشتغل عند لحد ما الاقي ان خلاص مسافة الخيط اختفت. انا هفك الغرزة دي كمان لان هي مسكت في سن الابرة، وهرجع اشتغلها تاني واتاكد ان الغرزة اللي قبلها ما فكتش. بالراحة اشتغل في الاماكن الضيقة بالراحة، واحاول ان انا ما اضغطش بالابرة قوي. كل اللي انت هتعمليه هتخرجي الابرة تشوفي السن، يا دوب تشوفي السن. بصي، هتوقفي الخيط بايدك كأنك بالظبط بتنهي الشغل. بصي اهو، كأنك نهيتي الشغل، وهترجعي تشتغلي غرزة هنا في السطر بعد المكان اللي هو ضيق اللي انت مش هتلاقي فيه مكان للغرزة. عرفت بتعملي ايه؟ بنعمل فراغات، مش فراغات يعني، بناخد خيط زيادة وبنعديه من الناحية التانية. بصي كمان مرة اهو، يا اما بتسحبي الخيط بايدك، بس انا ما بفضلش ان انت تسحبيه من ايدك من تحت، لان انت كده ممكن تكبري شكل الغرزة تحت اصلا. انت كده بتشوفي السن اهو، يدوب السن بيخرج. انا دايسه على فكره على الغرزه من تحت عشان ما تستغربوش، او دايسه على الغرزه من تحت خالص، دايسه قوي كمان بحيث ان هي ما تفكش وانا بسحب الابره. وانقل عند اول فراغ هيقابلني اهو. اكون سايبه خيط بزياده يا بنات علشان خاطر لما اجي اضغط ما يفكش الغرزه اللي هنا. وادي السطر التاني خلص. هكمل انا الجزء الابيض كله وهرجع. بصوا هنا عايزه اوريكم حاجه. هنا خلاص احنا مش كل مره هننقل ونعمل فراغ بالخيط كده علشان خاطر نعدي ونشتغل، لا احنا كده هنهدر خيط. والخطوه اللي احنا المفروض نعملها هي عادي، اشتغلت السطر التاني وارتفعت اهو، هشوف لحد اخر غرزه بالخيط هعملها اهو. حاولي ان انت ما تدخليش على غرز، تمام؟ هرجع الف الابره بتاعتي وهنزل بيها. انتوا شايفين انا بعمل ايه؟ برجع تاني الشغل بتاعي اهو. طيب مفيش مكان، هلف الابره ارتفع على مكان الخيط اللي بيقابلني، على مكان القماش اللي بيقابلني. هطلع كده هملى بقى كل الفراغات اللي قدامي بطريقه عشوائيه وفي نفس الوقت مرتبه. يعني برتفع اخد غرزه واميل اخد الغرزه، ارجع ارتفع فوق اخد غرزه والف اخد الغرزه اللي في وشها. يعني انا بشتغل رايح جاي رايح جاي رايح جاي، تمام؟ بنفس الطريقه كده واحده واحده هتلاقي بقى عندك خبره برضو في ترتيب الغرز اللي انت شغاله بيها اصلا. هنا بقى تقدري ان انت تطلعي سطر وترجعي بالسطر التاني كده. بصوا الفراغ ده اهو، الفراغ عندي واسع هيستحمل ان يكون في غرزتين اصلا جنب بعض اهو. نرجع ناخد غرزة جنب، كمان غرزة جنب، ننزل بقى السطر بتاعنا اهو اهو اهو. هتكملي يا بنات هتكملوا الجزء الابيض بنفس الطريقه دي، وبعد ما اخلصه هرجع لكم تشوفوا النتيجه اللي انا وصلت لها، ولا نخليها في نهايه الفيديو اوريها لكم. بصوا بصوا بصوا، الشمس طلعت في وقت مش مناسب، شايفين؟ اعملوا نفسكم مش شايفين الوبر الصغير اللي في القماشة. احنا نبص بس على الحلويات دي.
هعمل اخر حاجه طبعا الدايره اللي هي دي، هشتغلها باللون البينك. هخلصها بما انكم خلاص عرفتوا طريقه الشغل، وهرجع لكم برضو علشان ما يكونش الفيديو طويل. وهنقفل مع بعض الجزء اللي ورا ده بالغيره، وهنحط له قطعه فوم علشان يبقى كوستر كده مالي مركزه. جاهزين تشوفوا النتيجه؟ بصوا، مبقاش ولا غلطه. هتسيبي مسافه حوالي 2 3 سم وتبداي ان انت تقصي. انا اصلا معايا صغير فمش قادره اتحكم قوي يعني. بصوا الخطوه اللي بعد كده هتفضلوا تقصقصوا الدوران اللي انتوا عملتوه ده كده من على الجنب. هيبقى معاكم بالشكل كده. ليه؟ علشان خاطر نقدر نتنيه بسهوله، عشان يبقى الكوستر واخد الشكل المدور الجميل. طيب تمام لحد كده. هنشغل دلوقتي مسدس الشمع علشان خاطر نلزق بيه الحاجات دي. دلوقتي عندنا حلين، اما انك هتغري الجزء ده، تمام، اما بما اننا هنحط الفوم، احنا كده هنحط اصلا شمعة على الفوم وهنغطيه كله علشان يمسك هنا، وطبعا هنحط برضو شمعة علشان خاطر نلزق ده هنا. اصبح ان انا مش هحتاج الغيره. فهمتوا قصدي؟ انا قلت الكلام ده قبل كده، يعني لو كوستر صغير مش هيحتاج الغيره، زي مثلا لو سجاده كبيره قد كده مثلا، كوستر كبير مثلا، هيحتاج ان انت تحطي غيره. انما ده انا هستخدم فيه الشمع. وادي قطعه الفوم. جبت الغطا بتاع علبه الغيره او البوله اللي حددت بيها الدايره الاخيره اللي عاملينها باللون البينك للكوستر، ونفس الغطا حددت بيه قطعه الفوم بتاعتي علشان يبقى نفس مقاس الكوستر. وبالمسدس بتاعنا هنبدا ان احنا نمشي كده. انا عملتها طبعا علشان الوقت، انما هي سهله خالص. وهنبدا ان احنا نتني القصاص دي جوه. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ قطعه الفوم حسيت الدايره جايه على مقاسها بالظبط، وكمان اللون خارج بره لون البينك، فقصيت 2 مللي كده ولا حاجه من الاطراف. تمام، هي مش هتعمل لي اي حاجه يعني. هبدا بقى اني هلزق. هجيب كده القطعه بتاعتي واظبطها الاول بحيث ان مفيش اي حاجه من القماش تبقى باينه من طرف كده، وهبدا اقفل كده بالمسدس والزق. هستنى عليها بس تنشف ثانيه علشان بعد كده اقدر اتحكم في باقي القطعه. ونفرد كده بالمسدس. الحركه دي اللي انا بفرد بيها بالمسدس مش بتخلي معايا شمع كتير ويكتل، لا احنا بناخد طبقه خفيفه من الشمع. ده الشكل النهائي. شكله جميل جدا وقمر جدا جدا، وانا فرحانه بيه جدا جدا جدا. ممكن اعمل حبه كوسترات كمان باشكال مختلفه. قولوا لي رايكم في الكومنتس. انا حبيته ودي النهايه بتاعته، واتمنى كمان ان انتوا كمان تحبوه يعني. ويا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف وظريف عليكم. والبنات اللي هي ما شافتش الفيديو الاولاني تروح تشوفوه، هسيبه لكم في الديسكربشن تقدروا تشوفوه.